السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الفطير المشلتت بتاع الافران الصغير، اللي هو الصغير، الفطيرة الصغيرة بتاعت الافران. يلا بقى، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، اللي مشتركش في القناة يشترك، واعملوا لايك واشتركوا في القناة. هنخش نشوف هنعمله ازاي. معايا كيلو دقيق، معايا معلقة ملح، معلقة ونص سكر، واقلبهم. معايا 3 كوبايات مية، وهعجن في الفطير. طبعا الفطير عايز يعجن كويس. هلت برضو كده واعجن فيه، واحط المية تدريجيا. حطيت شوية مية في طبق عشان ريحته كويس، يعمل عرق كده وانا بعجنه. هبل ايدي من المية ولت في الفطير. عايز عجن كويس. حطيت 3 كوبايات مية كلهم، وحطيت قد 3 معالق مية. ايه، عجنت، بقيت تلت الفطير بيها. خلصت عجين الفطير، وسبته رايح قد نص ساعة. شايفين بيمط ازاي؟ شايفين ناعمة ازاي العجين ناعم ازاي وليه عرق. دلوقتي هحط صينية فيها زيت، وهكور كده على قد الفطيرة اللي هعملها كور صغير، فطاير صغير. هعمل الفطيرة واحدة، كرة واحدة، زي الفطير الأفران الصغير. يعني طلعوا 12 فطيرة. دلوقتي بحط لهم الزيت عشان ايه الوش ما ينشفش، واحط عليهم كيس. اخش معايا ربع كيلو زبدة، يا دوبك مسيحاه كده على النار، مش مقتحاه، تسيح بس كده. حطيته على النار بس ايه يعني 5 دقايق. فككت الزبدة بس كده، وايه بفرد في الفطير. انا هعملها فطيرة واحدة، رق واحد صغيرة. بفرد من كل ناحية. احط معلقة سمنة، واروح تانية الايه الجناب على بعضها، واحط سمنة. كل رق احط له سمنة، احط يعني معلقة زبدة. اجي عند الرق الاخراني اروح احط برضو زبدة ولميه، احطها في الصاج مكان ما هبططها كده، هسويها مكانها. احط نقطتين زيت على معلقتين زيت على الرخامة، وافرد عليهم عشان تجري العجينة على الرخام. واقص برضو احط معلقة سمنة، زبدة. كل رق بطبقه واحط زبدة، وبتنيها برضو. واحطها في الصاج برضو.
اللي هي لسه مبتدئة برضو تتعلم ايه في كده، يعني تعمل فطير برضو صغير كده. ونفس الطريقة برضو الفطير الكبير تعملي كده برضو وتلاقيه وتلمي انا اعمل الفطير الكبير برضو، فطار كبيرة. مش مشكلة تتقطع عادي. ألمها برضو زي البقجة كده واشيلها في الصاج. دي هحطها في الصاج. حطيت في الصاج. نقطتين سمنة كده في تحت على على الفطيرة، واطبقها. برضو كل رق بحط على على الفطيرة. اطبق على الاربع جناب تطبيقات، واروح لماها زي البقجة. جيت عند الفرن بقى، هسوي الفطير. سبته بقى رايح قد ربع ساعة كمان، عشان لما بططه كده ما يلمش، يتفرد على طول. وبططه بحطه بقى في ولعت الفرن. طبعا عالي الفرن، لازم يكون نار الفطير لازم تكون عالية. عليت من تحت الاول كده يعني ايه، وهديت من الجناب على ما استوى من تحت. رحت رافعه الجناب ووطيت تحت برضه. الفطيرة تقب كده وتعلى كده وايه، واروح موطيه من تحت، وعلي الجناب سنة عشان تحمر الوش. سويت اول 4 فطاير. لسه ما استوتش من تحت شويه، احطه ايه، اعلي النار سنه كده من تحت عشان تستوي. دلوقتي استوت من فوق ومن تحت، واطلعه بقى. حطيت برضو غيره، واقلب الفطير برضو من هنا. احط الجنب الني ناحيه النار، هقلبه برضو. اعلي بقى الجناب، واطلع. استوى من فوق ومن تحت هطلعه. دلوقتي سويت الفطير، طلعوا 12 فطيره صغيره. ممكن تعملي للمدارس برضو لولادك الصبح لما رايحين المدارس برضو، بجبنه او باي حاجه. طلع 12 فطير. لو عجبكم بقى الفيديو، حطوا لايك، اشتركوا في القناه، واللي مشتركش في القناه يشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.